أمي كانت ست جميلة صغيرة في شكلها، مهتمة بنفسها، وكل اللي يشوفها يقول إنها في التلاتينات، رغم إنها وقتها كانت قرابة على 45. كانت بتظهر قدام الناس إنها قوية، بس أنا كنت شايف حاجة تانية، شايف واحدة بتحاول تتمالك نفسها. عبت الشهور والحياة بقت روتين، شغل، أكل، نوم، وأمي دايماً في أوضتها. ساعات كتير بتتكلم في التليفون وتضحك أو تبكي فجأة، وأوقات تفضل قاعدة بالساعات ساكتة وسرحانة. كنت بسألها: مالك يا أمي؟ شكلك متغير. كانت ترد: مفيش يا حبيبي، مجرد تفكير في الأيام وذكريات. بس قلبي كان حاسس إن في حاجة مش طبيعية. مع الوقت بدأت ألاحظ تصرفات غريبة من أمي، لبس مش متعود أشوفها تلبسه، مكياج وهي في البيت لوحدها، وسرحانها زاد، وبقت ماسكة التليفون طول الوقت. يوم كنت راجع من الشغل لقيتها قاعدة في الصالة، باينة عليها إنها كانت بتعيط وبتربي موبايل بسرعة. قلت لها: مالك؟ في إيه؟ مين مضايقك؟ قالت لي وهي بتضحك ضحكة باينة فيها المرارة: لا يا ابني، بس حاسة بفراغ ووحدة، يمكن محتاجة أختك تقعد معانا شوية. قلت لها: خلاص أكلمها تيجي تقعد عندنا أسبوع. ردت بسرعة: كلمتها قالت لي مش فاضية. بس قلبي ما اقتنعش، اتصلت بأختي من وراها وقالت لي: إزاي؟ أنا ما قلتش كده خالص، لو عايزيني أجي من بكرة. وبدأت أرتبك، ليه أمي قالت لي حاجة مش حقيقية؟ ليه بقت بتخبي؟ هل في حاجة أكبر من كده؟ في يوم وأنا بفتش في شنطة أمي بالصدفة علشان أدور على ورقة مهمة، لقيت موبايل قديم مش بتستعمله. فتحته ولقيت عليه محادثات غريبة، صور، رسايل، صوتيات، كلها بين أمي وشخص غريب. الرسايل كانت فيها تهديدات واضحة إنها تتعرض لابتزاز، واكتشفت إن في حد بيتواصل معاها من فترة طويلة، وكان بيطلب منها حاجات غريبة جدا، حاجات تخلي أي حد يسقط توازنه. أمي اتزنقت في دايرة شيطانية، شخص بدأ بالكلام المعسول ووصل للتهديد، وبقت خايفة تبلغ أو تواجه، لحد ما بدأت تنفذ اللي بيطلبوا منها وهي مش في وعيها. واجهتها، قالت لي وهي منهارة: أنا غلطت يا ابني، كنت محتاجة حد يسمعني، لقيته بيهتم، وبعد كده بقى يهددني وأنا خفت. فضلت تبكي وأنا متجمد مكاني، مش عارفة أصدق إن أمي اللي طول عمري شايفها قوية بقت في الموقف ده. بصيت لأمي وسألتها: ليه ما خبرتنيش؟ ليه سكتي؟ قالت لي وهي بتنهار: لأني كنت خايفة تتغير نظرتك ليا، وخايفة من كل حاجة. الموضوع خرج عن السيطرة، رحت فوراً لصديق ليا فاهم في الحاجات دي، ووريت له كل حاجة. قال لي: دي شبكة ابتزاز، مش مجرد واحد بيهددها، دول بيستغلوا مشاعر الستات اللي بيمروا بظروف صعبة بعد الفقد وبيوقعوهم في المصيدة. بدأنا نتصرف، وبفضل رب وبلغنا عنه وتم التعامل معاه قانونياً. بس اللي وجعني مش بس اللي حصل، اللي وجعني إن أمي كانت لوحدها وسايبة جواها هموم كان ممكن تشاركنا بيها. أنا مش بحكي الحكاية دي علشان أفضح حد ولا علشان ألوم أمي، أنا بحكيها علشان أي واحدة بتمر بظروف صعبة تعرف إن السكوت مش دايماً هو الحل. يا جماعة، في ناس بتستغل مشاعر الناس، خصوصاً بعد الفقد أو الطلاق أو الوحدة. لو عندكم أم، أخت، زوجة، اسألوهم، طمنوهم، خليكم دايماً جنبهم. أنا باسم، ودي كانت حكايتي اللي علمتني إن أقرب الناس ممكن يضعف، وإن لازم نكون سند لبعض قبل ما يفوت الأوان. لو حكاياتي بتلمس قلوبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك، وتستنوا القصة اللي جاية، يمكن تكون قصتكم. دمتم بخير وسلام. أنا باسم، عندي 21 سنة، ساكن في دولة عربية مع أمي بعد ما أبويا توفى. كنت فاكر إن الحياة هتمشي عادي بعد وفاته، وإني هشيل البيت على كتافي، بس اللي حصل بعد كده عمره ما خطر على بالي حتى في كوابيسي. حكايتي النهاردة مش عن حب ولا عن فقدان، حكايتي عن حاجة أعمق، عن غدر الثقة، عن ناس أقرب من الروح فجأة تكتشف إنك ما تعرفهمش أصلاً. أبويا توفى فجأة.